تأثير السوشيال ميديا علينا هو الأخبار أو الكوارث، حتى التنمر اللي دا يصير على السوشيال ميديا، أو الصورة المثالية اللي دا تنقلها السوشيال ميديا عن حياة بعض الناس. واحد يبدي يسألني ليش حياتي مو مثل حياتهم. كل هذا تسبب أزمات نفسية. الصحة النفسية ما تشمل القلق والاكتئاب فقط، ولكن إنه أكو بعد يعني اضطرابات كلش هواية ممكن إنه الشخص بحد ذاته ما يحس بها، لأنه يفقد معرفته بنفسه إنه هو محتاج العلاج. شو وقت نعرف إنه نروح طبيب نفسي؟ شنو السبب إحنا مجتمعنا صايرة مجتمعات متنمرة؟ هل هي الخسارة ونريد نعوضها؟ شخص جاي واصل للعيادة يمنا وده يطلب مساعدة، هذا فشي جدا كبير بالنسبة لنا، لأن نعرف الواقع هنا شنو هو، ونعرف شنو اللي يمرون به، وش قد مروا بأشياء إلى أن قرروا ياخذون هاي الخطوة الكبيرة ووصلوا يعني. طفت الكهرباء هم تسبب أزمة صحة نفسية. طفية الكهرباء. مرحبا وأهلا بكم بحلقة جديدة من بودكاست ديتور تحويلة. أنا علي. أنا أحمد. وحلقة اليوم عن الصحة النفسية بالعراق. موضوع بالنسبة لي هو كلش مهم، وهواية دا ينحكى عنه سواء بوسائل التواصل الاجتماعي أو بالإعلام بشكل عام. زيادة الوعي عن الصحة النفسية شيء كلش مهم، بس ما أتخيل دا ينحكى عنه دائما بشكل صحيح أو بالشكل الكافي إنه ينطي معلومات صحيحة، معلومات مبسطة للي دا يسمع. اليوم حيكون عندنا ضيف، احنا كلش سعيدين بوجود دكتور داني. هو صديقنا، فهو صديق البودكاست، وهو دكتور نفسي مقيم في مستشفى أربيل النفسي. بالمجال اللي اشتغلنا به هواية ينحكي بموضوع الصحة هواية النفسية. ينحكي بطريقة أصلا ما كنت متوقع. أنا أصلا ما كنت أعرف شيء اسمه صحة نفسية، يعني هذا شغل، هذا يعني المصطلح نفسه تعرفت عليه بالتلفزيون. وهم كان بالتلفزيون هو شيء خيالي، إنه شنو دكتور نفسي وصحة نفسية أصلا، يعني ما أتخيل إنه هو أصلا شيء موجود. بس بعدين من بدينا نشتغل ونطلع ونحتك ويا ناس أكثر، خلينا نقول عراقيين وأجانب، وبالشغل تعرفنا إنه أكو شيء اسمه صحة نفسية. أكو شيء اسمه لازم تهتم بنفسيتك، مو بس إن تتونس، لا أكو وايد أشياء راح نتكلم عليها بعد هذا الجزء ويا دكتور داني. بس كمصطلح الصحة النفسية أنا كشخصيا ما كنت متعرف عليه لي ما بديت خلينا نقول نشتغل أو نحتك بناس أكثر. بس ما كان في شيء كان خلينا نقول بالمدرسة، ما كان في شيء موجود بالحياة المراهقة، ما كان في شيء موجود بالتلفزيون. صحيح. ما كان في شيء موجود حتى بالمواد اللي درسناها احنا بالبداية، مهما كانت المدارس زينة أو لا ما حد يحكي قليل، يعني ما كان اكو احد يحكي بها. نتطرق له اصلا. وموضوع لما يتم التطرق له حتى بالاعلام عندنا او بالمجتمع يتم التطرق له بشكل مثير للعواطف، وبشكل بمفردات سلبيه دائما تكون بوصمه سلبيه. يعني حتى احنا مثلا احنا نشأنا ببغداد، المستشفى الامراض النفسيه اسمه ابن رشد، بس ما حد يسميه ابن رشد، كلهم يسموه بمسمى آخر، هو مسيء للأشخاص اللي يشتغلون به، ومسيء للأشخاص اللي يروحون محتاجين مساعدة. يعني قصدي إنه يبقى الوصمة المجتمع تخلي صعب واحد مثلي ومثلك ومثل شبابنا وجيلنا إنه يروح للدكتور، إنه يروح على شخص مثل الدكتور داني، أو يروح على ثيرابيست. أنا أول مرة رحت على معالج نفسي أو ثيرابيست اللي أكثر الناس صاروا يحجون بيها لما رحت درست ماجستير. التأتئة كانت عندي كلش سيئة. أنا عادة أتأتئ بالحكي اللي مرات يشوف، اللي راح يشوف راح يسمع بالحلقات الجاية راح يشوف إنه مرات تصير عندي تأتئة بعد كم كلمة بحسب يعني موقف. لما رحت دا أدرس الماجستير صار عندي حالة توتر كلش كبيرة، لأنه ما كنت متخيل إنه يعني أنا بأربيل أشتغل ومجتمعي ومرتاحين، ولما طلعت ورحت المجتمع مختلف صار أكو تحدي كلش كبير، إنه أنت شلون تثبت نفسك، إنه أنت تتنافس ويا هواية أشخاص أجانب. طفت الكهرباء هم تسبب أزمة صحة نفسية. طفيت الكهرباء بين ما ننتظر المولدة ترجع نكمل حديثنا. فأنا لما رحت درست ماجستير كانت كلش خايف من المكان الجديد، من المجتمع الجديد اللي أنا رايح عليه، كنت خايف من الفشل.
اتذكر لي هسه كان عندي برزنتيشن بدي اقدم بواحد من الدروس، كيف بدي اقدم البرزنتيشن ولا كلمه طلعت مني، مع انه البرزنتيشن قدامي. شايف هاي لما انت يعني انا دا اشوف ودا اقرا بس ماكو كلمه بدها تطلع مني. وبوقتها عرفت انه اكو عندي اني مشكله، ان الانكزايتي مالتي رجعت الكهرباء. نعدل الإضاءة ونرجع. الإضاءة تشتغل، وجهنا رجع مضوي شوية أحسن. رجعت الكهرباء. فأتذكر بوقتها عاد بديت أني أبدي أروح جلسات نفسية. بالكلية كان عندنا دكتورة نفسية، ورح نحكي عن هذا الموضوع ويا داني. الدكتورة النفسية بالبلد اللي أنا كنت بيه تدرس ماجستير، أو مو دكتورة نفسية، المعالج النفسي الثيرابيست، تدرس ماجستير سوشيال ورك اسمه، او الباحث الاجتماعي باختصاص كلينيكال، وهم اللي يكونون ثيرابيست. هو مو لايف كوتش، وهو مو سايكولوجيست، هو معالج نفسي كلينيكال ثيرابيست او معالج نفسي اللي هو يسوي هاي الجلسات. وبعدين صارت الكوفيد، وهم احتاجت، صار عندنا بتعرف لما صارت أزمة الكوفيد كانت فده أزمة هزت الكل، وهم اضطريت إنه أروح معالج نفسي لأنه صار عندي اكتئاب من عدم الطلعة. أنا كلش أحب المكتب، أحب أروح المكتب، أروح للشغل، إنه أنا قاعد بالبيت طول الوقت. زاد وزني، صار عندي مشكلة إنه أنا وزني زاد، والكونفيدنس مالتي، الثقة بنفسي كلش صارت سيئة. فهمي اضطريت اروح للثيرابيست مره ثانيه. فدائما كان اكو وياي احد، لذلك هذا الموضوع كلش هيك مهم بالنسبه لي. شنو اكثر شيء ممكن تسويه خلال الايام هاي اللي احنا هسه انا وياك بعد ما طلعنا من الشغل، او تركنا شغل، او غيرنا شغلنا؟ شنو الشغلات اللي تخليك انت تحافظ على الاستقرار النفسي؟ روتين شخصي خلينا نقول، او يعني شلون نقول، تمرين. هذا في شيء يعني انا كنت هوايه ما مقتنع به بالبدايه، بعدين هسه يعني صرت انه اذا ما التمرين انه هو اي حركه، يعني هو مو الا واحد مثلا يروح بالجيم او 3 ساعات شيل وزن، حط وزن، او تروح تركض، اي شيء تقدر حتى بالبيت يعني تسوي، مثلا تروح تصعد وتنزل على كرسي، تريد تسوي اي حركه. فرق هوايه، يعني انه انا حاليا هسه كلش ملتزم انه لازم اكو فد حركه خلال اليوم او خلال الاسبوع. ممكن يوم او يومين مشكله راحه، او مثلا صارت غير اشياء، بس الحركه والروتين الشخصي اللي هو شنو روتين شخصي، انه مثلا اكو اشياء باليوم من اليوم يعدي انه لازم نكون دائما مسويها، انه نظافه شخصيه، نظافه المكان اللي انا عايش بيه. اكو مثلا ساعه واحد يتعلم بيها، يقرا فد شيء يتعلم بيه. اذا واحد يعجبه يسوي فد حياه اجتماعيه، انه اذا شخص اجتماعي يشوف اصدقاء صار اجتماعي، يلقى فد هوايه، دا اجرب اشياء. بس انه خلينا نقول الشيء الرئيسي انه اكو روتين، انه اكو حركه واكو شغله انا اريد اسويها خلال اليوم، حتى تكون شغله واحده. هاي شويه ساعدت انه اليوم دا يعدي انه ماكو هذا الملل، او شلون نقول الشعور باليأس، او الشعور انه بالحزن. او مرات واحد مني يكون عنده وقت كلش، انا كلش اخاف من الوقت الفراغ. يعني اصلا اخاف منه كانه فد شيء كلش يعني لا تطيني ساعتين ما اسوي بيها شيء. صح. انه هواي ياثر، يعني تخليك تفكر باشياء انت ما مفكر بيها، مو بطريقه زينه. يعني انه تقعد مثلا اوكي انا سويت هيك، انا وراها اسوي، انا وراها اسوي، انا سويت البارحه، انا اسوي الباكر. اكو اشياء يعني هو اني مثلا اذا اكو روتين راح يصفط الاسبوع. شلون نقول، والفراغ متعب، الفراغ متعب يعني. يخليك دائما انت بحاله مثل جلد الذات مرات، لان انت بدي قاعد تصفن بهاي الامور اللي والله انا ايش سويت، ايش حكيت، هذا ايش قال، ذاك ايش سوى. احمد، شو وقت صار عندك اول تواصل ويا معالج نفسي، او تجربه ويا معالج نفسي او طبيب نفسي؟ اتذكر اني اول مره ب2020 كورونا. انا كنت بوقتها يعني عندي حياه اجتماعيه كلش
خلينا نقول مو مشغولة بس حياة اجتماعية كبيرة، وكان عندي شغل وكنت أداوم. كنت أروح للكلية، كنت أشتغل، وكنت وراها أشوف أصدقائي. فجأة هذا كله وقف إنه إحنا لازم نكون بالبيت، فلا نقدر، كل شيء أونلاين صار، والأونلاين صار وقت أقل. المحاضرة ونفس المحاضرة اللي أنت بالكلية. الشغل هم صار أنت بس على الشاشة بالغرفة. ماكو حركة، أو إحنا بالبيت بدنا نطلع. فبوقتها شلون على قولت احنا كنت احوس، ما اعرف شو اسوي، اروح الهول انزل اطلع فوق، اريد اسوي شغله، اريد احكي ويا احد ما اقدر اشوف، لان بوقتها انه هم اذا تشوف احد بوقتها ممكن تعرضه للخطر، وتعرض نفسك للخطر، الناس اللي عايش وياهم الخطر. كان بعد بالبدايه انتشار كورونا. فاول مره شفت اني اعلان بالانترنت على انه ثيرابي، وسوي ثيرابي، واذا انت ضايج او اذا عندك مشكله او اذا مثلا ما تعرف شو تسوي، يعني استعمل المنصه هاي. اول شغله أنا كنت يعني من دا اسوي له بروفايل على لا تعيين طبعا. اول يعني انا من قريت الاعلان فتت عليه، ما كنت وراها اشوف انه احسن موقع او احسن منصه او احسن طبيب او وين، هيك شفت فد شيء. وكان طبعا صفحه بلاتفورم كان خلينا نقول مو عراقي، باللغه الانجليزيه. ففتت سويت بروفايل شلون ما كان. سويت اول جلسه ما كنت مقتنع بيها ابد، انه انا اصلا ما كنت اعرف شنو هالشيء اسمه صحه نفسيه. انه شنو جاي تقول لي انت ليش ضايج؟ شنو ولا تشوفني انا ضايج؟ كورونا وقاعد بالبيت. شنو الحال يعني؟ فبالبدايه كنت يعني انه خلينا نقول اول اسبوع كنت اشوف انه ما دا استفاد، وكنت احكي اقول انا هسه ما دا استفاد، ما دا افتهم يعني انه شنو هو هسه الخطوه الجايه. فخلال الجلسات انه تعلمت انه هي مو فد شيء حتى ينحل، انه يعني هي مو فد خلينا نقول بازل او فد لعبه حتى بالنهايه تفوز، او فد حبايه تاخذها حتى هي. لا، هو عباره عن مو تجربه، شلون نقول لك يعني انه خطوات الشخص خطوات، خلال حياته، ينطيك ادوات تعرف تتعامل وياها، تتعامل ويا نفسك. هسه اني من احد يقول لي هيك بديش العقليه، اقول لك شو انت تقول ما اعرف اتعامل ويا نفسي؟ بس لا، انا من الصدق ما كنت اعرف اتعامل ويا نفسي. كانت تجيني مرات اتوتر، ما اعرف شلون اتعامل ويا التوتر، انخبص. اضوج، ما اعرف شلون اتعامل ويا الضوجه مالتي، وما اعرف شنو مصدرها. يجيني شعور انه باليأس او الحزن، ما اعرف شنو صاير، انا بس هيك قاعد ضايج. ما عندي فد شيء اسويه. خسرت خلينا نقول طعم الحياة، انه مثلا انه الاكل، الشرب، الحكي ويا الناس، انه مو قبل ما عاجبني اي شيء اسوي. حتى واحد تاثر على انه طريقة اكله، ناس تفقد الشهية، ناس بالعكس يقومون ياكلون اكثر. قامت تصير اشياء ما كنت اني اعرف اصلا، ما كنت مقتنع بها، ما كنت اعرف اني اصلا شنو مصدر هذا الشيء. خلال الجلسات هاي طبعا الموضوع اخذني 6 اشهر، يلا اني اكتشفت اهمية العلاج النفسي. بالبداية يعني وراها قمت اتعرف انه اوكي اني ضايج وقاعد بالبيت لان الوضع هو اصلا ما حد يقدر يطلع. شنو اقدر اسوي؟ زين اني اصلا ليش دا اضوج؟ شنو السبب؟ انه هذا فد شيء اني اصلا موجود حوالي. اسباب راح نتطرق لها بالوقت القادم. بس اول مره اني يعني اتذكر اني اول مره كنت مقتنع، والست اشهر الاولى هم كنت ادخل الجلسات اللي كانت جلسات اسبوعيه او مره بالشهر، ما كانت هوايه، ولمده قد نص ساعه، يعني 40 دقيقه، حتى ما كان يعني مثلا خلال يوم او ساعتين ثلاثه. وبعدين شويه شويه اكتشفت انه اوكي اني اصلا فكري على الموضوع كان مختلف. يعني متحمس على النقاش اليوم حتى نتعرف انه اصلا هو شنو هو الصحة النفسية أصلا. يعني أنا بالنسبة لي تعلمتها قبل شوي، قلت من الأفلام، من التلفزيون، عرفت إنه شنو هذا صحة نفسية، فشي خيالي إنه موجود بالفيلم، مو موجود ما تعرفنا عليه. فمنها أني كانت أول تجربة، يعني إنه شنو هو فشي اسمه صحة نفسية، شنو طبيب نفسي، أكو فرق. راح نتطرق لهذا الفشي بين المعالج النفسي، بين الأخصائي النفسي، بين شخص عنده مرض وشخص ما عنده مرض، شخص عنده أعراض. رح نحكي أكثر بمواضيع أعمق رح نفوت بيها ويا دكتور داني بعد البريك، مقابلتنا ويا دكتور داني. رجعنا بعد البريك.
واحنا كل سعيدين اليوم ويانا دكتور داني نورتنا، نورت البودكاست، وانا كلش اشكر وقتك. اذا نرجع، خلينا نبدا من البدايه. المعالج النفسي therapist psychologist psychiatrist، نعم فرق لنا اياهم. ماشي. وانت انت طبيب نفسي، فانت السايكايترست صحيح؟ نعم. طيب ففرق لنا اياهم، وين يجي دورهم؟ صراحة اللي ذكرتهم أنت يعني واحد ما يقدر يشتغل بدون الثاني. أوكي، كلهم هم مالتي ديسبلينري تيم، فريق واحد يحتاجهم أي شخص دا يحاول يتواصل أو يحصل على مساعدة بمجال الصحة النفسية. ما يفيد واحد بوحده، ولكن لازم كلهم يكونون موجودين وياخذون دورهم. خلينا نبدي من السايكاتريست أو هو الطبيب النفسي، اللي هو عادة شخص مخلص كلية طب بعدين اختص بالطب النفسي. الطبيب النفسي هو الشخص اللي عادة يكون المفروض إلى أول لقاء، أو يكون هو الخط الأول ويا المراجع، يعني من بعد طبيب العائلة أو الفاميلي ميديسن اللي حوله عن السايكاتريست. هو اللي راح يقدر يشخص ويخلي التشخيص المناسب للحالة. هو اللي راح يقدر يحط خطة العلاج المناسبة اللي مو بالضرورة تشمل فقط أدوية، واحتمال ما تشمل أدوية أصلا، ولكن راح تشمل البقية أعضاء الفريق الباقين اللي هم المعالج النفسي الثيرابيست والسوشيال وركر. نقول الثيرابيست اللي هم عادة مخلصين علم النفس أو مختصين مثلا بالطب النفسي السريري اللي هو clinical psychology. عادة يستهدفون الثوت أو الأفكار أو طريقة التفكير، خلينا نقول، اللي يستعملها المراجع حتى يتعامل ويا خلينا نقول المواقف اللي تواجهها بحياته اليومية. مثلا هو دا يعاني من مشكلة إنه دا يشوف شغلة معينة بطريقة معينة، ولهذا يوقع بمشاكل. شغل الثيرابيست إنه يغير هاي وجهة النظر أو يغير طريقة التفكير. السوشيال وركر يجي دوره إنه يحاول يفوت بقلب وتفاصيل المشكلة نفسها اللي دا يمر بيها الشخص بهذاك الوقت. يعني مثلا عنده مشكلة ويا شخص معين بالشغل، ما دا يعرف شلون يتعامل ويا الشخص الفلاني، ما دا يعرف شلون يطلع من المشكلة الفلانية. هذه الشغلة السوشيال وركر راح يقدر يستهدفها أحسن من البقية، أحسن من الثيرابيست، أحسن من السايكاتريست. وكل واحد يظل بمجاله، لأنه هو مثل ما قلنا إنه سايكاتريست على التشخيص، وإذا أكو تداخل علاجي دوائي يكون همنا على السايكاتريست، والخطة مع العلاج اللي تشمل الكاملة يخليها سايكاتريست. إذا نرجع نحكي عن الصحة النفسية، يعني هل تخيل إحنا تعتقد إحنا شعب صحي نفسيا؟ الكل معصبين برا، ما تفهم شو السالفة ليه؟ والله شوف، احنا ممكن ماخذين فد نظرة جدا سلبية على الصحة النفسية لشعبنا، بس إذا نجي نقارن الصحة النفسية خلينا نقول كمادة خام بشعبنا مقارنة بغير شعوب، احنا الصحة النفسية بشعبنا جدا أقوى، يمكن بعشرات المرات زي من الصحة النفسية لشعوب ثانية. لأنه خلينا نقول المنتال ريزيلينس أو هاي المقاومة الموجودة اللي عندنا إياها احنا بشعبنا بعد كل اللي مر بيه من حروب وأزمات وحصار وغيرها وغيرها وغيرها، سوت فد مثلا نوع من المقاومة أو من المناعة النفسية لشعبنا، يعني جدا صعب تلاقيها بمجتمعات ثانية ما مرت بنفس الظروف هذه. فتشوفهم إنه هم على أقل شغلة يمكن، يعني خلينا نقول relatively، إنه مقارنة باللي اللي الناس تمر به بمنطقتنا هنا، يفوتون بمشاكل نفسية جدا يعني سيريس وقوية، ويعني يمكن تستعصي على العلاج يعني حتى ممكن. ولكن هنا تشوف إنه جتي كوفيد، راحت كوفيد، جتي مدري شنو، قصف صواريخ إلى آخره، والناس عادي يعني يومين ثلاثة ترجع تكمل حياتها عادية. بنت قدرة تحمل، يعني بالضبط. هاي الأزمات بنت قدرة تحمل. أي نعم. صراحة شغلة إنه تستحق إن الواحد يسوي عليها دراسة، لأنه من تتكرر الشغلة أكثر من مرة، مثل ما شلون تتعرض أنت خلينا نقول لفيروس معين أو بكتيريا معينة يعني تبني عليها مناعة.
هذا من نفس الشيء مثلا انه التروما تتكرر اكثر من مره وانت مجبور انه تطلع من عندها، يعني مو مستحيل انه تظل تقعد وخلص وتعزل انه خلص صار عندنا ازمه نقعد هذا هو كل شيء ما نسوي. لا، لازم انه انت تنجبر تتعلم انه شلون تطلع من عندها، يعني انت بوحدك. حتى ممكن انه غياب ذاك الرعايه النفسيه القويه بمجتمعنا، ممكن انه حتى هذا بحد ذاته صار عامل انه صار عندنا فد منتال ريزيلينس كلش قويه هنا. بس بشكل عام احنا تقريبا كلنا الى حد ما نشتغل بنفس المجالات، مش نتشارك نفس المعرفة المجتمعية. نبدي نسمع هسه أكثر عن حالات الانتحار، صرنا نسمع أكثر عن الاكتئاب، صرنا نسمع أكثر عن أدوية الاكتئاب. هي السبب إنه صار بعد هي مو تابو نبدأ نحكي بيها، أو أكو شيء هو دا يزيد وإحنا دا نشوفه أكثر؟ يعني يعني إذا أريد أصفن على السايكي مالتنا كشعب، شلون أقيمها بغض النظر بعيدا عن قدرة التحمل؟ قدرة التحمل يعني كلنا إحنا يعني ترفع له القبعة كشعب، بس متى تعتقد قدرة التحمل راح تجي ويا سلبيات همينة بدنا نلتصق بيها، أو سلبيات تأثر على خلينا نقول الكواليتي مال حياتنا؟ اكيد اذا مثلا نقارن خلينا نقول درجه التوعيه عن الصحه النفسيه اللي تحدث حاليا، درجه الوعي اللي هسه مقارنه ب10 سنين اللي فاتت، ما نقول 20 سنه، لا 10 سنين اللي فاتت، انه اكو تغير جذري بيها يعني، وارتفعت جدا هوايه. ونشوف احنا شغلنا انه هوايه ناس بدأوا يجون يعني من الطبيب النفسي انه قبل اي شيء ثاني، في حين انه قبل كانوا الناس يعني يجربون كل شيء الى ان يوصلون لمرحله انه خلص يفقدون الامل، بعدين يجون يم معالج نفسي او يم طبيب نفسي. بس وهذا اكيد يعني يمكن يرجع فضله لوسائل التواصل اللي انتشرت اكثر، الاطباء نفسهم، المعالجين النفسيين نفسهم اللي دا يطلعون بوسائل التواصل ودا يحكون اكثر واكثر عن الموضوع. يمكن ما أعرف إذا الناس صار عندها خلينا نقول وصول أكثر يعني للمعلومات اللي موجودة مثلا على وسائل التواصل وغيرها. وأيضا فأكيد هذا يؤدي أول شيء إنه وصمة العار هاي اللي كانت مربوطة بالصحة النفسية بدأت تقل شوي شوي، لكن بعدها موجودة بمناطق أو مجتمعات معينة. ولكن حتى من نشوف إنه من مناطق معينة أو مثلا من أشخاص معينين يجون من خلفيات ستيغماتايز يعني إنه الصحة النفسية، مع هذا هم يجون يراجعون، توصمها بشكل سلبي يعني. بالضبط. أي هم يجون يراجعون حتى لو كانت إنه مثلا طريقة سرية بدون ما يعرفون أهلهم بيهم أو إلى آخره. وإحنا صراحة نقدر هذا الشيء، يعني إحنا من نشوف شخص جاي واصل للعيادة يمنا وده يطلب مساعدة، هذا فشي جدا كبير بالنسبة لنا. بنعرف الواقع هنا شنو هو، ونعرف شنو اللي يمرون به، وش قد مروا بأشياء إلى أن قرروا ياخذون هاي الخطوة الكبيرة ووصلوا يمنا. شو وقت نعرف انه شو وقت نروح لطبيب نفسي؟ يعني شنو الاشياء اللي انا ممكن امر بيها او احسها او تصير وياي بحيث انه اني اعرف اوكي هسه اني صار واحد اثنين، يعني شلون نقول مثلا اني بلاعيمي تلتهب اروح للطبيب. بس بالبداية يعني انه تبي توجعني اول يوم دائما احس انه ها اوكي جزء شيء خفيف، بعدين من الصير كلش انه واحد يروح الايد مثلا عن ايدي انلوت اول ساعتين ما يحتاج، بس بعدين اذا كمل الالم الواحد يروح للطبيب. شو وقت شنو يصير بحيث انه خلينا نقول احنا تيك بوكس، يعني انه شنو اللي يصير انه بحيث اني اقول اوكي 1 2 3 انا هسه لازم اروح اشوف اختصاصي او معالج نفسي او اي خلينا نقول اي مؤسسة تدعم الصحة النفسية. أكيد تعتمد على الشيء اللي أنت تمر به. يعني أكو مثلا خلينا نسميها إنه حالات ممكن ما تستوجب من طبيب نفسي، وحالات أنت تلاحظها وحالات غيرك يلاحظوها.
بغالبية الأحيان ممكن إنه أنت تحس أكو فد شي اختلف بروتينك اليومي بحياتك، أنت شنو بدك تحس مثلا على حسب اللي أنت تمر بيه ممكن تختلف، وهاي تحتاج لها تفاصيل كل شوية ممكن نذكرها. لكن أغلب الأحيان ممكن إنه أنت تمر بحال خلينا نقول عندك مشاعر، خلينا نقول إنه مثلا بتحس بطريقة سلبية، ممكن تحشي صديق ترتاح، أو مثلا هذا الشيء مرات ما يفيد، تحتاج إنه فد شيء أكثر، يعني إنه حتى توصل المساعدة، يعني تحصل مساعدة أكبر. بالعادة والنظام خلينا نقول المتبع، المفروض الطبيب العائلة الفاميلي ميديسن هو اللي حولك يم السايكاتريست وقت اللي يشوف إنه يحتاج. بس مثلا أنت من تكون تحس بأشياء أنت ما حاسها قبل، يعني مثلا خلينا نقول إنه فد مرة أفكارك سوداوية على سبيل المثال، بدك تشوف العالم بطريقة مظلمة، يعني إذا كانت خلينا نقول حالات اكتئاب. حالات القلق مثلا أنت تفكر بأشياء جدا بعيدة، يعني ممكن حدوثها، يعني أو مثلا تفكر بأشياء أبدا يعني ما لك داعي، ما هو داعي تفكر بيها، يعني ليش إذا هيك وليش إذا هيك شو تمنعك توصل لمرحلة إنه تأثر على نومك، تأثر على تواصلك ويا أصدقائك، تأثر على شغلك، تأثر على اعتنائك بنفسك، تأثر على أكلك إلى آخره، بحيث إنه أنت فجأة إنه تشوف إنه حياتك بدأت تتدهور، يعني وجسديا ما بيك شيء، بس إنه أكو فد شيء غلط بيصير بالموضوع. ف خلينا نقول احنا نعرف الاضطراب النفسي، احنا اي شيء نحط عليه كلمة اضطراب اذا وصل مرحلة انه بدأ يأثر على حياتك الاجتماعية، شغلك، انتاجيتك، وخلينا نقول اهتمامك بنفسك وحياتك اليومية بصورة عامة. يعني إذا نريد نلخص، خلينا نقول إذا الروتين اليومي بدأ يتأثر بطريقة مثلا لمدة أسبوع، لمدة شهر، لمدة، شلون أعرف أني الفترة اللي أمر بها إنه أوكي هسه أني من أول يوم جزء يجيني يوم أني بس مجرد كنت ضايج أني هذا اليوم ويطلع ما بيه فد شيء، إنه شلون أعرف من صدق. يعني الملاحظات اللي قلتها إنه إذا تحدث الأشخاص ما يفيد بعد، إنه ماكو لا صديق ولا شخص من العائلة إن لا أحكي وياه أو وياه، إنه ماكو مدى يفيد، مدى أشعر بتحسن أو مدى أشعر إنه أحد يسمع، حتى لو كان أحد يسمعني. الشغلة الثانية إنه الصحة بدأت تتأثر، هو ماكو شيء خلينا نقول جسدي غلط، بس مجرد إنه مدى أكل زين ومتدهور. بس إنه شقد هاي خلينا نقول الأعراض إنه تمر، بحيث إنه أني أوكي صار لي شهر أني على هذا الوضع وأجي أعالج، لو صار لي أسبوع، لو صار لي يومين. هاي راح تدخلنا انت موضوع كتاب DSM-5 اللي هو مرجع الطب النفسي، واللي هو حاط ارقام والى اخره، بس احنا ما نفوت بالتفاصيل هسه. حاليا ماكو اي شيء يمنع انه انت تراجع الطبيب النفسي شو وقت ما انت حسيت انه تريد تراجع، ابدا ماكو اي مانع. والطبيب النفسي هو راح يقرر اذا انت في حال، اذا انت فعلا تمر بفد شيء ممكن نسميه اضطراب او هي حالة عابرة. يعني أنا بالنسبة إلي يعني أشجع أي واحد إنه مثلا يحس إنه أكو فد شيء غلط، ما دا يقدر هو يتجاوزه بوحده، ومثلا تواصل ويا أصدقاء، الناس اللي هو يثق بيهم، اللي يرتاح لهم إلى آخره. وأيضا ماكو أي تغيير، مثلا حاول إنه يغير من روتينه إلى آخره، ولكن إنه يوميا نفس الشيء، يوميا مشاعر سلبية، يوميا تفكير زايد، يوميا ما دا ينام بالليل، شهية متخربطة، ما يقدر يروح للشغل، يوميا يقعد الصبح، يعني ما يريد كل شيء يسوي ذاك الوقت. إنه أي أكيد يعني تستوجب إنه واحد يراجع طبيب نفسي. مع هذا حتى لو أخف من هالأشياء، حتى لو يوم واحد، مع هذا ما يمنع أبدا. طبعا الصحة النفسية ما تشمل القلق والاكتئاب فقط، ولكن إنه أكو بعد يعني اضطرابات كلش هواية ممكن إنه الشخص بحد ذاته ما يحس بيها، لأنه يفقد خلينا نقول الانسايت مالته، أو مثلا معرفته بنفسه إنه هو محتاج العلاج، أو مثل الاضطراب ثنائي القطب، أو الشيزوفرينيا يعني انفصام الشخصية، أو مثلا مرات تكون اضطرابات الشخصية نفسها، ال personality disorders.
ممكن ما يحس بها الشخص، أو مثلا تكون اضطرابات الوهمية الديلوجنالز إلى آخره. فهذه عادة إنه المقابلكم ما يحسون بها، يعني يشوفوك إنه أنت مثلا تصرفاتك بدأت تتغير إلى آخره وأنت ما حاس على نفسك، يعني أنت مكمل وياها. يعني بذاك الوقت إنه يا إما هم ينصحوك ويشوفوك، أو هي أصلا مأثرة عليك وأنت تريد تحصل مساعدة، أو إنه مثلا تستوجب إنه خلينا نقول إنه رعاية، خلينا نقول مرات تكون ضد، يسموها against will of يعني غصب ما يعني اي بالغصب. مغصوب. لانه مثلا واحد خلينا نقول انه انفصام شخصيه وسكيزوفرينيك ودا يأذي نفسه ويأذي الاخرين واللي حواليه وهيك شيء، فذاك الوقت اكيد يعني يحتاج تداخل من طبيب نفسي. نرجع لفكرة هي دائما انه فكرة المايندفولنس، او لما نقول انه واحد يركز على نفسه ويركز على صحته. حتى مرات لما شخص يجي يقول لك متغير علينا، هي سؤال، هي فرصة للشخص انه يسأل نفسه انا شلون، ليش قال لي فلان متغير؟ يعني مثل اللي واحد يسوي ريفلكشن، يرجع يفكر انه انا متغير، هل انا فعلا متغير؟ اكو شيء بسلوكيتي متغيرة؟ واللي هو شيء صحي، بس وقد انت تكون بحالة تعكس فد شيء مختلف عن الروتين مالتك، وممكن يكون هذا فد مؤشر على فد اضطراب محدد او فد حالة، او قد انت تكون انت مرات، يعني مرات احنا نكون حالة نكران، يعني بشر بشكل عام نكون حالة نكران. يعني انا نرجع على موضوع طلعتنا من الشغل، مريت فترة طويلة من الوقت انه انا زين انا زين انا زين، بس هو هل انا بالواقع زين؟ اللي دائما اريد اشوف انه انا قد ما اكون زين، بس انا دا اقول لنفسي يعني زين وخلص وماشي الامور وما الى ذلك يعني. فهي جزء منها همين التركيز، اتخيلها التركيز على النفس، انه نركز على نفسك. اذا احد قال لك متغير، اذا حاس اكو شيء متغير، روح. صح، اتفق، بس مثلا مو مرات ما اتصور انه تكون انه مؤشر مباشر انه اكو فد شيء غلط. يعني مرات انه تكون الشغله خلينا نقول ضد شخص معين، او مثلا ممكن تكون نظرتك لذاك الشخص تغيرت، ما تعرف. صحيح. اي فتتغير انت عليه يعني. بس اكيد انه اذا سمعتها من اكثر من شخص واذا يشوفوك انه انت تغيرت بصورة عامة، اي ممكن تكون انه مؤشر انه اكو فد شيء يحتاج اهتمام، يعني يحتاج انه زين شلون اتعرف على صحتي النفسية؟ يعني انه اذا واحد يقول شلون اني ما اعصى بدوامة انه اني ماكو شيء. يعني اعتقد اغلب الناس شو اسمه، اكو ناس تحاول زيادة عن اللزوم تعرف شنو بيها، واكو ناس بالعكس، واكو ناس بالنص. بس اغلب شيء انه واحد الاشياء اللي تصير ويانا ما نحس بيها. يعني انا بالنسبة لي مثلا مرات تجي فترات انه ما اعرف انه حتى ما اخذ الناس على جدية انه بارائهم، لانه اني دماغي مشغول بغير مكان. فشلون شنو النصيحة أو شنو الفتشي اللي أنت ممكن تنطي الناس اللي يراجعوك أو الناس بشكل عام، إنه إحنا شلون نتجنب نفوت بدوامة إنه أنا ما أعرف شنو اللي يصير بي؟ جزء أنا يكون عندي خلينا نقول يأس، حزن، ديبرشن، أي نوع من أنواع الأعراض، الأمراض النفسية، ومدى ما أعرف أنا اللي هذا الشيء اللي يصير وياي. شلون أتجنب أني أوصل لهذيك المرحلة؟ صراحة حتى الكتب تذكر انه اغلبية الامراض النفسية يعني اذا ما تبدي تأثر على حياة الشخص، يعني مرات توصل الى اعراض جسمانية ما راح يحس بها الشخص، ويحاول انه يكمل يظل يعيش حياته طبيعية. بالاخص الوسواس القهري، OCD، يعني يوصل الشخص لقناعة انه خلص انه هاي حياتي، يعني انه هاي لازم اغسل ايدي 10 مرات الى ان اطلع، اذا ما اغسلها راح يصير شيء مو زين الى اخره. ويكملون سنين الى ان مثلا شخص ممكن ينتبه عليها ويقول لهم يراجعون، او مثلا يواجهون فد مرض جسماني معين ويحولهم طبيب ثاني الى اخره. من ناحية القلق والاكتئاب تشوف انه نومك تخربط، تنام هواية، انطردت من شغلك الى اخره. يعني دائما تعبر اغلب الاحيان تعبر فترة طويلة يعني على الشخص الى ان يبدي يراجع انه طبيب نفسي. تعتمد هم على بصورة جدا قوية على خلينا نقول درجة ثقافة الشخص، معرفته بالصحة النفسية. مثلا إذا شوية يعرف سامع منا أعراض شنو أكو شنو ما أكو، يعني ممكن إنه ينتبه عليها. ولكن حتى اللي يعرفون، أنا يقول لك حتى اللي يعرفون، يمكن حتى من الأطباء نفسهم
ممكن انه يتجاهل وينكر، لا ما ابي شيء، خلص مو مشكلة، انه خليني هيك، ما احتاج انه تداخل حاليا، ما اريد. فالنصيحة ممكن نقول انه it's okay not to be okay، يعني تقدر تسمح لنفسك انه ما بيها شيء، انه مرات انه ما تحس انه انت زين، يعني ما المطلوب من عندك انه تجبر نفسك انه تكون انت 100% موجود وبدأ تقدم 100% من نفسك. بس مثل ما تنتبه على، خلينا نقول انه صحتك الجسمية والى اخره، حاول ايضا انه تقعد ويا نفسك باليوم مرة على الاقل 15-10 دقائق، تشوف انت وين، من يومك، شنو سويت اليوم، شلون تعاملت خلينا نقول الموقف الفلاني، شلون تتمنى لو كنت بتعامل وياه، يعني مراجعة الذات يعني. بالضبط. اي انه شنو سويت، شنو كان تفكيرك، شنو كنت تحس بذاك الوقت، شنو اللي صار، وشنو ممكن تتمنى انه كان صاير، يعني فتشوف اذا اكو فد نمط معين، اذا كل شيء تمام خلاص، يعني كل شيء شغلك ماشي والناس حواليك ماشيين زي الفل، خلاص كمل. بس اذا تشوف انه تفقد اصدقائك، شغل مراضين عليك، انت تتعصب كلش هواية، بس انت ما قاصدها، يعني ما تريد تأذي اللي حواليك، يعني ما تريد توصل لهالمرحلة، آه، فممكن بهاي اللحظة انه تستخدم، يعني تغتنمها فرصة وتراجع تشوف شيك ما بيها شي، بس مو لحد انه يوصل مرحلة ويصير وسواس هذا بحد ذاته، انه لا خلي اروح اشيك يلا مو مشكلة، يمكن لا اني بيه هيك، يعني مثلا انه تشويش، يعني مثلا تركيزك يتشوش شوية، لا أنا خلص أنا بي فرط حركة وفقدان تركيز، يعني بي ADHD، لا مو لهالدرجة، يعني كل شيء بالاعتدال حلو. حلو. ناخذ بريك ونرجع راح نحكي أكثر عن صحتنا النفسية كلنا. بريك ونرجع. ورجعنا بعد البريك. أحمد، أنا أعرف إنه كنا نحضر للحلقة، كان هواي أكو شغلات صفنا بيها، إنه مثل معتقدات هواية إحنا الصحة النفسية مشكلة بمجتمعنا، يدخل بيها خرافات، يدخل بيها شغلات هي اللي يسموها بالإنجليزي سودو ساينس، اللي هي مش هو مو علم، يعني ما له علاقة بالعلم. فحبينا نسوي مثل exercise، نقول لك أفكار أو statement أو جمل ونعطينا فكرتك عنها. واحدة هاي ديالنا الاكسرسايز. لا هو حبوب العلاج النفسي دائما تشتغل، وإذا تاخذها ما تسوي شيء تصير زين. صح ولا غلط؟ هو للأسف الفكرة هاي جدا شائعة، بس أكيد مو صحيحة، يعني حبوب مضادات الاكتئاب أو مضادات خلينا نقول الهلوسة، الأنتي سايكوتيك أو الأنتي ديبريسنت، بحد ذاتها يعني هي تشتغل على شغلة معينة، بس ما تحل لك المشكلة، هي مو حبة سحرية تخلي المشكلة تختفي، لا. وخلينا نقول إنه أنت عندك مضادات الاكتئاب، إنه صح ممكن إنه ترفع من المود شوية، من المزاج شوية، ممكن إنه تخليك بحالة نوترال، زين، لا جدا مكتئب وأفكار انتحارية عندك، ولا جدا سعيد، ولكن المشكلة بعدها تظل موجودة، والفكرة السلبية بعدها موجودة، يعني. فإحنا عادة بأغلب الأحيان ننصح إنه العلاج الدوائي زائد العلاج النفسي يكونون سوية بنفس الوقت، لأنه ممكن إنه العلاج النفسي يوخر الأفكار اللي تفرض نفسها على فكر الشخص، يوخر الأفكار الجدا سلبية اللي ما تخليك تركز، تحاول شوية تهدي من الانفعالية اللي تصير، بحيث الشخص يقدر يقعد مدة نص ساعة أو ساعة بسيشن الثيرابي حتى يقدر يركز على مشاكله. دائما أني أشبهها للناس أنه العلاج الدوائي يساعدك بطريقة أنه مثلا إذا أنت كنت تشوف بس قدامك
ودا تشوف فقط الجانب السلبي من الوضع اللي أنت عايش بيه، ودا تشوف فقط هذا المجال. العلاج الدوائي ممكن يوسع مجالك أكثر، إنه هذا تشوف إنه أكو أكثر من طريقة ثانية. بس العلاج النفسي هو اللي راح يخليك إنه تختار يا طريق هو أحسن وتعامل ويا مشكلة بالمعطيات اللي صارت عندك الجديدة هسه، فإنه لما تدمجهم اثنيناتهم أحسن. وأكو أحب أضيف إنه أكو فكرة شائعة جدا ثانية عن العلاج الدوائي النفسي، إنه يسبب إدمان. هم وايد ناس يقولون إنه إذا أنا راح أخذ علاج نفسي لازم أضل عليه طول الحياة، وإذا عوف راح أتخربط. ستوين دا أقول لك إنه الفكرة ده أنا أخاف كنت من دوا إنه فشي شنو تعطيني دوا وراه راح أصير مدمن وراح أدور عليه بعد أكثر وأريد أكثر. دائما هاي كانت من تربينا لي هسه هو الشيء الشائع على العلاجات النفسية إنه وراها راح تدمن. بالضبط. شنو قول لنا فهمنا يصير هيك لو ما يصير هيك. تعريف الإدمان جدا بعيد، يعني أن ممكن إنه يسببه أي علاج ممكن ينوصف من الطبيب النفسي، لأنه الطبيب النفسي من يوصف علاج يعرف شلون يوصفه ويعرف شلون يوقفه. أكيد يعني أغلبية العلاجات النفسية ما ستتوقف فجأة، لأنه هي هاي الطريقة اللي تشتغل بيها، لأنه إحنا عندنا دماغنا مستقبلات. هاي المستقبلات من يجيها دواء معين تقوم تزيد بالعدد مالتها، بس إذا تقطع الدواء فجأة أكيد يعني راح تسبب أعراض انسحاب نسميها. وأعراض الانسحاب هي مو بحد ذاتها إدمان، لا، يعني أعراض الانسحاب ممكن تصير ظل شغلة أسبوعين وتروح من حالها، يعني هذا مو إدمان. مو مثل ما أنت تدمن، خلينا نقول إنه مادة مخدرة وتظل إنه تدمنها باقي حياتك حتى لو تعوف فترة يمكن. لأنه يصير أكو نوع من الإدمان عليها، يكون نفسي ودوائي، وهذا موضوع ثاني. هو حتى من يوصفون الدواء ما يوصفوا بجرعات عالية رأسا، يعني هو يكون اكو مثل كيرف يعني. بالضبط، إنه دائما يقول لك بالنفسية إنه ابدي بجرعات قليلة، وش يسموها، بجرعة لو دوز، وشوية شوية صعد، يعني لا تصعد سريع، إلى أن توصل الجرعة اللي أنت رايدها. من توصل للتأثير اللي أنت ردت، حتى من تبدي تنزل على كيفك يعني. وعادة أغلبية العلاجات يعني أبدا ما نحتاج نستمر عليها مدى الحياة، ما عدا أنه أكيد الانفصام الشخصية أو مثلا اضطراب ثنائي القطب، هاي أشياء أكو أصلا يعني تغييرات تصير فسيولوجية أو بالدماغ، أنه تحتاج هذا العلاج أنه يظل موجود حتى تمنع الريلابس أو عودة الأعراض يعني مرة ثانية. تختلف عن الاكتئاب أو القلق أو إلى آخره، لأنه من الشخص خلينا نقول دا يمر بحالة اكتئاب ودا يشوف الوضع حواليه من وجهة نظر وحدة، خلينا نقول، وبدا يقول خلاص إنه يا إما أني أموت زين، يا إما إنه أظل بهاي المشكلة. ما دا يشوف إنه أكو مجموعة حلول ثانية كلش كبيرة، ما دا يقدر يشوفها بسبب الاكتئاب مالته. من يبدي ياخذ العلاج زين، تبدي هاي الأفكار اللي حاصرته بهالوجهتين تتشتت شوية، يبدي يركز أكثر، انفعالية أقل، يبدي يسوي ثيرابي، راح يصير أكو حتى تغيير بالربطات العصبية بين الخلايا العصبية بالدماغ، يعني حتى هاي أكو عليها دراسات يعني. أكو من يقول همينة إنه العلاج النفسي زائدا الدوائي بالطب النفسي يخلي أكو تغيير جذري يصير بكهربائية الدماغ، يعني إنه أنت حتى تقوم تلاحظها يمكن بنفسك، إنه أنت راح تقوم تشوف الأمور حواليك بطريقة مختلفة. ممكن مثلا إنه أنت كنت دائما تتشائم من شيء معين، بعد مثلا ما تشوفه بهالطريقة، لا تقوم تشوف إنه أكو إلا جوانب ثانية يعني. فهذا اللي يصير لأنه هو خلينا نقول إنه أنت من تفوت بكورس علاج نفسي دوائي مثلا زائدا سلوكي، تتعلم وتسوي روابط عصبية جديدة يعني بدماغك، فهذا اللي يصير. شنو الفرق؟ هو يعني قلتها بس أريد أعيدها مرة الأخرى، إنه مرات الناس تأخذ شغلة وأنا سامعها هواي من أشخاص وهم موجودة أونلاين، إنه ممكن أنا أخذها مثلا علاج نفسي، صرت زين، لا أحس إنه أنا زين،
ما يحتاج اسوي شيء، بعدين يروح التأثير واحتاج مرتلخ، بعدين ارد احس مرتلخ، بعدين يصير مثل نوع مو ادمان، انه احس انه احنا كمجتمع لحد الان بدنا ننظر على هذا الدواء هو مثل دواء الانتيبيوتيك، انه احنا ناخذه اكلت قعدت ثانيه ماني زين، يعني انه ماكو فد شيء لازم اسويه، انه بس هيك مجرد اني اخذه بدون ما اغير طريقه تفكيري. فانه شنو الاشياء، انه مو الا مثلا فد حاله او فد مرض معين، انه شنو الاشياء بشكل عام انه لازم واحد ينتبه لها من ياخذ دواء نفسي، انه خلال طبيب نفسي. هي هاي تصير بالطبيعة الاتكالية يعني قسم من الأشخاص إنه ما يريد يأذي المشكلة الفد شغلة داخله، أو ما يريد مثلا هو يكون الحل لمشكلته نفسه، لا يريد الحل أو من برا، والمشكلة هي من برا. أني بيرفكت، أني ايديال، ما بي أي إشكال. ف يعني أنا دائما أشبهها للمراجعين إنه أنا من أوصف لك علاج أعتبرها عكازة، إنه رجلك انكسرت وجبرناها وتحتاج تمشي بعكازة فترة زين، بس ما حظل انت على عكازة للأبد، وراها مرة ما صرت زين تعوف العكازة وتكمل ترجع تمشي انت بوحدك عادي. فلا تعتمد انت على عكازة طول العمر، زين راح تمشيك فترة إلى أن تتعلم ترجع تمشي مثل ما كنت بوحدك تمشي قبل. فهنا هذا هو دور العلاج الدوائي، يعني مو أكثر. مجرد فد شي وقتي يساعدنا حتى ننقذ حياة المريض، أو مثلا نطلع المريض من وضعية إنه هو صار خلينا نقول بدأت تأثر على شغله وإنتاجيته وعلاقاته بالعالم، ننقذه من إنه يدمر كل اللي هو بناه طول حياته فلفترة معينة إلى أن يكمل العلاج النفسي مالته، وبعدين يرجع الحياة الطبيعية بدون أي علاج دوائي ثاني. ما أعرف شغلة يمكن هم اللي ذكرتها أنت، إنه أنا آخذ حباية قبل لا يصير زين. هذا ماكو ما لحد الآن ماكو أي علاج نفسي إنه فجأة يجي يسويك تخليك تصير زين. بس هاي الطبيعة اللي خلينا نسميها بلاسيبو افكت مال دواء، إنه أنا أخذت فد شي من برا ينطي لك إنه خلص هذا الحل لمشكلتي، أنا سويت فد شي مختلف إذا هذا خلص حليتها زين. هاي قوة دماغنا اللي احنا لحد الآن ما مكتشفين كل قدراته صراحة. يفرز يعني يقوم هو يعدل كل شيء من يمه، بعدها الحباية ما مشتغلة، لأنه أصلا العلاج النفسي يحتاج له بين أسبوعين إلى 4 أسابيع إلى أن يشتغل. فمرات يجون مثلا مرضى يقول إيه والله عاشت لي دكتور هاي من أول حباية صارت زين. أنا أقول أوكي يعني الحمد لله والشكر يعني على خير. وأكو دراسات يقول لك إنه احتمال إنه إذا المريض أول مرة ياخذ علاج نفسي ممكن يصير إنه عنده تغيير مباشر، بس ما نعرف إنه إحنا لحد الآن نعزوها للبلاسيبو إفكت إنه أكثر شيء. أكيد. وين الفكرة إنه طبت إنه أريد أطيب، إنه مثل كأنه فلاونزا وخلص هي فترة حضانة المرض أسبوع وأريد أطيب، يعني مع إنه هي يعني أكو حالات أو أمراض أو اضطرابات نفسية قسم لها أوكي أنت ممكن تطيب من الاكتئاب، بس مثلا أحس إنه القلق هي أنت مجرد تتعلم شلون تتعامل وياه، مو إنه أنت مو شيء راح تطيب من عنده. هل هذا الشيء صحيح يعني؟ إذا نحكي على قلق بحد ذاته، القلق شيء ضروري بحياتنا. أنت إذا ما عندك بس قلق، إذا زاد يعني صار هاي الانكزايتي اللي تخليك بعد ما تقدر تعيش بشكل طبيعي. إذا وصلت انزايتي ديس اوردر طبعا. بس احنا دائما نقول لأي شخص يراجعنا وعنده انزايتي وعنده مثلا قلق يعني بأي درجة معينة، نقول له وجود القلق ضروري بحياتك. أنا ما راح أحط لك فد شيء يوخر القلق من حياتك نهائيا. إذا ماكو راح تصير شخص اندفاعي، راح تروح تسوي أي شيء يخطر ببالك بدون ما تفكر مرة ثانية، تروح تسوق سريع، تروح تدب نفسك من الطابق الله أعلم مش قد، لأنه ما قلقان من أي شيء، ما خايف من شيء. تروح تسوي أشياء يعني ممكن إنه أنت ما حاسب لها حساب أبدا. فدرجة معينة من القلق ضرورية جدا بحياتنا. بس أكيد من يتجاوز حده ويبدي يدخل بكل شيء، يبدي يمنعك إنه تتقدم بحياتك، أكيد هذا الوقت إحنا نسميه اضطراب القلق العام، أو خلينا نقول generalized anxiety disorder.
سوري قطع. أي لا بس وجه نقدر نقول انه يعني بدنا نحكي هواية عن الصحة النفسية، وهي يعني خلينا نقول موضوع الجيل احنا هسه والقلق احنا هسه بدنا نعيشه عن طريق الأزمات الاقتصادية والحروب، القلق اللي له علاقة بالتغير المناخي، يعني خاصة احنا هسه بالسنين الأخيرة بهالسنة يعني بهذا الصيف كلش صعب واحد لما يشوف انه ما عندنا مي، او مثلا يشوف الحر بشكل مو طبيعي، يبدي يصير اكو هاي القلق المصاحب للتغيرات المناخية. بدك تشوف هالتأثير مثلا بحالات اللي تجيك مثل الشباب، او هي اكو فئة عمرية محددة انت تشوفها اكثر بيجون على المستشفى؟ بصراحة أيضا ترجع تعتمد على درجة ثقافة الشخص اللي دا يراجع. يعني أكو ناس إنه خلينا نقول إنه عايشين حياتهم بسيطة من يوم ليوم إلى آخره، مع هذا هم يتعرضون لقلق واكتئاب يعني. وأكو ناس إنه عندهم اطلاع على كل شيء، دائما على الأخبار شغالة، دائما على الجريدة إلى آخره، يشوف الفيسبوك إيش قال هذا الخبر، إيش قال، إيش راح يصير إحنا بينا، شلون أني أحضر، مدري شنو. بحد ذاته شيء مو سيء، ولكن إحنا لازم نعرف إنه كل شيء نخلي له حدوده، يعني ايش قد ما نقدر، وما نخلي يسيطر علينا، احنا اللي نسيطر عليه. مثلا انه انت تفكر انه احنا دا نمر هسه بازمه مناخيه على سبيل المثال، ناخذ هذا المناخ دا يتغير، اكو ازمه مي الى اخره، تقدر اوكي تستعمل هذا القلق اللي صار عندك على هذا الموضوع، تسوي اللي تقدر انت عليه. اوكي على قد هذا. بس مثلا مو انه انت 24 ساعه تفكر انه زين انا شلون زين خلص هذا وانتهت الحياه، هذا واحنا بعد ما لنا فرصه نجاه ابدا يعني. واكو شايف حالات واصله انه بسبب الكلايمت تشينج انه الناس تفكر انه تنتحر، تقول احنا خلص احنا كلنا ميتين، هذا هو زين. بس انه هي هاي وجهه من وجهات النظر ممكن تكون الشخص يشوفها، بس اكو وجهة نظر ثانية بالعكس، انه هذا قلقك تجاه التغير المناخي ممكن يكون فرصة لك تستعملها، يحفزك انه مثلا ممكن تسوي فد grassroots initiative، يعني تروح تجمع فد حملة شباب وتروحون تشجرون منطقة معينة الى اخره، ممكن توعون الناس انه مثلا على ترشيد المي الى اخره، مثلا تسوي فد بيج معين على هذا الموضوع، فانت استغليت القلق وظف اللي اجاك. القلق اللي عندك. بالضبط، هذا طاقة يعني. اي هذا طاقة تقدر تستخدمها انت باكثر من مجال. صحيح. اي ويرجع انه مثل ما تقول انه اللي دا يشوف الاخبار، التاثير السوشيال ميديا عليه هوايه، الاخبار دا يسبب يعني، سواء السوشيال ميديا اللي ناخذه عن طريق سواء هي اخبار او الكوارث او حتى التنمر اللي دا يصير على السوشيال ميديا، او الصوره المثاليه اللي دا تنقلها السوشيال ميديا عن حياه بعض الناس، وواحد يبدي يسالني ليش حياتي مو مثل حياتهم. كل هذا تسبب ازمات نفسيه، وخاصة الجيلنا يعني بيها هواية تبعات سلبية. إذا نريد نحكي شوية عن التنمر، وخاصة هو كلش منتشر عندنا بمجتمعنا على أكثر من صعيد، على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الاجتماعي وبالشارع على الإنترنت. كمختص نفسي، إذا تريد تنظر على نظرة كاملة، هاي الماكرو ليفل، خلينا نقول بدون ما نفوت بالتفاصيل، شنو السبب احنا مجتمعاتنا صايرة مجتمعات متنمرة؟ هل هي الخسارة ونريد نعوضها انك تسيء الشخص، او انت تصير تحسس نفسك انك احسن منه، لانه نحن كشعب خسرنا هواية، صارنا سنين نخسر. هل هو هذا السبب؟ هل هو طفرة اجتماعية صارت على الجيل انه خلتنا احنا نكون الى حد ما اكو نسبة وقاحة، مثل ما يقولون، ما عندي تعبير اخر، او التنمر هذا اللي هو اللي يصير. شلون تنظر لها كمختص؟ والتنمر يمكن اذا تلاحظ انه يبدي من الطفولة، يعني من اول ما تدخل مدرسة او روضة التنمر يبدي دائما، انه اكو شخص مستضعف واكو شخص اخر يتنمر عليه، وفتراتبية اكو يعني بالموضوع.
واكو فد شخص تنمر عليهم كلتهم يعني بالاخير. فممكن التنمر يعني خلينا نقول على ليفل معين او انه كابسط شيء ممكن نقول عليه انه حتى تحمي نفسك او ما تخلي نفسك انت الضحيه او اخر شيء بالهرم، زين، انه تقوم تتنمر على غيرك، انت تحاول تلاقي واحد اضعف من عندك تتنمر عليه حتى تحاول شوي تحمي نفسك انت، زين. وهي اكيد يعني طريقه مو صحيحه لهذا الشيء، بس تخلق دوامة عنف بالأخير اللي إحنا هسه يعني عاصين بيها خلينا نقول. اي، فهي هاي المشكله اللي راح تواجه. ممكن مرات يجي اصلا من الشعور بالنقص بالذات، مثلا انه انت خلينا نقول انه انت بدك تشوف اكو فد شغله انت ما عندك اياها بشخص ثاني، ولكن هو عنده فد نقص بسيط يعني انت عندك اياه يعني، فانت تقوم تهاجمه على هاي الشغله لانه انت تحس اللي انت عندك فراغ ما تقدر تمليه، فتحاول تمليه انت بهذا التنمر اللي هو ما راح يمتلي بيه، بس انه كمحاوله من عندك. مثلا خلينا نقول انه التنمر على سبيل المثال انه على المشاهير، يجون انه تسقيط بهم الى اخره ما اعرف شنو، لانه مثلا من ناس معينين اللي ما قدروا يوصلون اللي هم يوصلوا له، يعني احتمال يعني كمثال، او يطلعون عليهم اشاعات والى اخره، او مثلا فد زله بسيطه يعني على مثلا فد مغني او شيء انه ها، او ناخذ مثال ابسط يعني الطالب اللي خلينا نقول مجتهد بالمدرسه يعني يجيب درجات زينه، المكفى خلاص صف يكون عاده يعني يقول عليه معقد. معقد مدري شنو، دائما او لازم يطلع ينكتل ورا حتى بلا فلوكيش يعني يطلع اللفه مالته تنباق ينكتل بالفرصه، زين. ومن ينكتل عاده من اللي درجاتهم اقل من النجاح يعني عاده اللي هم قاعدين لي ورا يعني بصفنا كان أعرفهم. زين. اي بس أنت شاطر، أنا بس أعرفهم. أنا بالنص كنت قاعد. اي يعني تعوض النقص يحاول اني اعوض النقص، يعوض ولكن هي ما تعوض، طبعا هي لا، هاي طبعا المشكله. هي حالة مرضية، يعني حالة سلبية ومرضية طبعا يعني. لا، التنمر احنا يومنا بالمدرسة يعني مجتمعنا PhD تحصل بالتنمر إذا من تطلع من عندها يعني فشي مو طبيعي صار. وحتى على الصعيد الاجتماعي مو واحد ولا اثنين، لا الكل يعني. وانت وين ما تروح عندك احد مرات هي حتى مفهوم الشقاء يعني مرات احنا حتى شقانا مرات على يصير على حد التنمر يعني، وانه بين الاصدقاء مرات حتى من يعني تفوت على احد او اصدقاء او تتلاقى ويا احد سمنان، او حتى لو هو اسبقها مثلا ما شاء الله سمنان، بس انت ممكن يعني انت ممكن تزعجك هاي الكلمة، او ما شاء الله سمنانة، شعرك خفان مثلا، او ماكو يعني هي ممكن تكون تنقال بشكل لطيف، بس هي الغرض منها دا يريد ينتقص من اللي قدام، او يريد يبين فد عيب محدد، او ما هو متخيله عيب محدد بشخصية اللي قدامه. فشيء كلش غريب. احنا فجأة مجتمعاتنا تغيرت ما بين بدنا نحكي عن الفراغ او مثلا النقص اللي عند البني ادم. شلون يبني هذا الشخص ثقته بنفسه حتى يبطل يكون متنمر؟ والله هاي يحتاج لها جلسات. ندز عليك حتى يبني ثقته بنفسه. يا ريت والله لو بهالسهولة هذه يعني صراحة، من الواحد يكون عنده فراغ بذاته ويحاول يمليه بأذية اللي حواليه، يعني هاي مشكلة جدا كبيرة يعني ما تنحل بكلمة وكلمتين يعني ممكن نختصرها هسه. بس أول شيء تبدي إنه لازم الشخص هو يكون عنده وعي بالمشكلة. من أنت تكون واعي على المشكلة اللي عندك إياها، هذه أنت وصلت خلينا نقول نص الطريق. بعدين إنه أنت يكون عندك الويل، أو مثلا أنت تكون تريد إنه تصلح المشكلة، هاي هم جدا مهمة. لازم يكون عندك هذين العاملين الاثنين، إنه تعرف إنه أكو مشكلة، والثاني إنه تريد تصلحها. إذا ذني مو موجودين لا تجي يعني لا تحاول إنه تصلحها، زين، لأنه ما راح تستفاد. لو قد ما تنصح، لو قد ما
يجون يقولوا لك إنه إيش قد ما تستلم جلسات إلى آخره، تروح وتجي. إذا أنت ما عندك الإرادة إنه تحل المشكلة فما راح توصل للحل. بالأخير إذا توفروا هذين الشرطين لازم الواحد ينظر يشوف لنفسه الجواته إنه ليش هذا الفراغ موجود، على أي أساس انبنى يعني. إنه أكيد إنه أنا عندي طاقات هواية ثانية أقدر أستغلها، إنه مو بس إلا هي هاي. زين كلتنا عندنا فد شي إحنا كلش ممتازين بيه، وأكو فد شي إحنا وسط بيه، وأكو فد شي إحنا مو كلش زينين بيه، وهذا جدا طبيعي يعني. هذا اللي يميزنا أصلا يعني. مو شرط يكون إنه فد شي حتى ينتقص يعني. نرجع ممكن الأساس المشكلة شلون صار هذا الفراغ يعني. مرات يكون من الأهل إنه هم اللي كانوا يعني من طفولتنا كانوا يرجعون عندنا فد شي معين إلا تصير دكتور. زين بحيث يسووا لك إياها إنه أنت إذا طلعت خلينا نقول ممثل فأنت فاشل، إذا طلعت أي شيء ثاني عدا الدكتور فأنت فشلت خلاص، حتى لو كنت يعني جدا ناجح هو حط له بحياتك. الستاندرد هذا مالتك انه انت هذا الليمت، انت لازم لو توصل. صرت رئيس وزراء أيوة. المهم مو دكتور، بس انت مو دكتور ما انت هم فشل خلاص فشلت يعني. زين هذا هم يحطوا لك اياها هيك بالبدايه. فانت بتجي بعدين على هذه الحاله انه انت ويا الاهل بالاخص عاده هيك تبدي، او شوف شلون بدت البدايه، وشلون تقدر انت تطلع تحرر نفسك من من هاي الفكره اللي انزرعت بيك، اللي جتيك من برا، انه تشيلها وتخلي فكرتك انت عن نفسك شنو هي. نقول لا انه اني اكثر من هاي الفكره اللي انزرعت بي، لا اني مو هيك. زين اني الشخص الفلاني عندي الامكانيات الفلانيه وما عندي هذا الفراغ اللي انبنى بداخلي. فالى ان توصل لهذيك القناعه يعني هي رحله، يبني هذا هي رحله يعني. الثقة. بين كل المواضيع اللي ناقشناها تعتقد احنا شعب صحي؟ أبد مو قريبين إحنا على الصحة. ممكن الجيل الجديد هسه صايرين نفسيا يعني. نفسيا يعني داني قال إنه المرينا بيه مو سهل فخلانا نتحمل أكثر، بس كنفسيا هل إحنا مستقرين نفسيا بشكل عام؟ أكو هواية إحصائيات لحد الآن ماكو إحصائيات دقيقة، بس ما أعتقد إنه إحنا وصلنا لمرحلة إنه كبلد بشكل عام، يعني مو كمحافظة أو منطقة أو شخص معين، وصلنا لمرحلة إنه إحنا نقدر نقول إنه إحنا حاليا الصحة النفسية للبلد هي صحة، يعني شايف إنه اكو أحمر أصفر أخضر، يعني إحنا حتى الأصفر ما واصلين. إذا نخلي مؤشر، لأنه احنا يعني الجيل الجديد انا دا اشوف حسب خلال يعني التعامل وياهم بالشغل، انه صايرين احسن يعرفون شنو الصحة النفسية. يعني هسه بالجديد صاير تسمع ناس يقول لك هاني صاير عندي انزايتي، اني شوية القلق هواية صار. وعي اكثر صار. احنا ما كانت عندنا هاي الشيء، وجيل اعتقد الجيل اللي قبلنا اصلا ما كانت هاي الاشياء المصطلحات يعني صحيح. موجوده كل شيء. يعني انه هسه انا اذا ارجع اقول لهم الجيل اللي قبلنا الاشخاص اكبر منا عندي انزايتي، يقولوا لك قاعد تحكي انت شنو انزايتي؟ روح اشرب لك شاي وغفاسك ونام. اللي هي طبعا شنو الشاي اللي فيه كافيين اللي قاعدك بالزايد. قوم على شغلك. الموضوع صار هسه بالجديد صاير اكثر الى اهم. يعني اذا تلاحظون بالانستغرام صارت تطلع هواي دعايات منصات شو اسمه دعم الصحة النفسية، انه انت ضايج انت يومك مو مثل ما يوم تقدر تفوت منصتنا العلاج النفسي. هسه يلا انه يعني كلش بدايتها يعني، بس دا اشوف بشكل عام احنا مو شعب مهتم. يعني داني قال انه كلش بالصحة النفسية يعني شلون نقول كمجال واصلا كفد علم. يعني انه هسه الناس كلها يعني هواية اسمعوني من ضمن هذول البشر اللي قبل ولحد الان مرات اقول لك يعني وين عندي مجال تجي تقول لي فكر بروحك وشلون القلق ده ياثر علي. اني وراي شغل، اني وراي رجال، اني وراي عيشه لازم اكملها، وراي اهل لازم شخص يا مسؤول عليهم يا شخص انه دا يساعد بالمسؤوليه مالتهم. وراي انضباط نفسي، يعني طالع مثلا اللي عنده جهال اللي عنده شغل
يقول لك انا لازم مثلا طالع من الاجتماع، طالع من الشغل، انا شنو جاي تقول لي وقت اروح اسوي علاج نفسي؟ يعني اولا هل الموضوع اذا تقدر تقول لنا هل الموضوع مكلف؟ لو لا هل الموضوع مكلف مو بس مادي، هل الموضوع مكلف عقلي انه انا حروح اشوف مثلا معالج نفسي، انه بس اشوف انه اني تمام لو لا، انه هاي خطوة كلش كبيرة انت قلت انه مو كل الناس يقدرون يعدوها. أول شيء بدنا نحكي على التكلفة صراحة. أكيد يعني أي شيء تسويه راح ياخذ من عندك وقت، جهد، ممكن يكلفك ماديا. ولكن مو بالضرورة إنه يوصل إنه لحد درجة إنه بيأثر عليك بصورة جدا سلبية. لا، ما المفروض يكون هيك أبدا. ممكن جلسة يعني استماع نشط، إنه active listening، إنه فد interactive conversation ويا صديق أو شخص ترتاح له، ممكن تكون بس هذه يعني كافية وزايدة، إنه تخليك أنت بين ما تحكي للشخص المقابلك تنتبه على أشياء ممكن منتبه لها قبل للوضع اللي أنت تمر به هسه. يعني هو المقابلك بدأ يسوي أي شيء ثاني، مجرد قاعد وياك دا يسمع ودا يتابع وياك يعني بالشي تقوله، ودا يسألك في الأسئلة بناءة يعني. راح تقوم انت بين بدأت تحكي يعني ممكن انه تنتبه على فد نقطة او نقطتين انت راح ترجع لها انت بعدين، انه اني معي ما منتبه عليها، لانه ايش راح يصير؟ انت الفكرة ببالك، من راح تحكيها وتسمعها راح تكون الفكرة صارت امامك بدل ما تكون داخل فكرك. من راح تشوفها من برا زين تختلف عن ما انت تشوفها وانت بداخلها، فراح تشوف إلها زوايا أكثر، يعني أكثر من زاوية معينة. فهاي واحدة من الجوانب اللي ممكن أيضا تصير بجلسات العلاج النفسي هم، إنه دائما راح نبدي جلسات العلاج النفسي بأكتف listening، لأنه جدا يساعد. أول شيء يخلينا إحنا نتعرف على المراجع أكثر، وأيضا يخلي المراجع يشوف المشكلة اللي يمر بها هو بطريقة ثانية. من ناحية التكلفة المادية ما أقدر أقول لك فد رقم معين يعني، بس مثلا إذا أنت تراجع للحكومي ما راح تكلفك أكثر من 500 دينار حتى تشوف طبيب نفسي يعني. وأيضا تأخذ علاج، يعني إذا كان جلسات علاج سلوكي بالمستشفى الحكومي أو علاج دوائي، أكثر من 500 دينار ما راح تكلف. أكيد العيادات الخاصة يعني مثل ما تكلف أي عيادة خاصة ثانية يعني، كشفية الطبيب يعني مو أكثر. وأتصور هم حتى جلسات العلاج يعني ما ياخذون أكثر من عندها يعني للمعالجين النفسيين. نقدر أي. نقول تبدأ يعني انه التكلفة انه كبداية انه من 500 دينار فوق. أي يعني اذا عندي 500 دينار اقدر اروح على الاقل انه بس اشيك انه اني عندي شيء لو لا، اريد يعني استشارية يسموها، أي جلسة بالضبط. استشارية. بالضبط. ونرجع على الجزء الثاني من سؤالك، إنه هل إحنا بدنا نهمل مهملين لصحتنا النفسية أو لا؟ وأنا صح ذكرت إنه إحنا عندنا يعني مقاومة نفسية قوية، وهاي المقاومة لها جانبين. يعني من جانب إنه صح تمنع بدها تنطي مقاومة كلش قوية لاضطرابات نفسية كانت ممكن تصير ويا كل الشعب، يعني بحيث وأحد الأخصائيين ذكر لنا إنه بعد أحداث 2003 اجت منظمات وحكوا ويا الأطباء النفسيين بذاك الوقت، قالوا إحنا تخيلنا إنه ثلث الشعب راح يطب بمرحلة اضطراب ما بعد الصدمة يعني PTSD، بس الشعب كمل عادي يعني، ما كان أكو ذيك النسبة اللي تخيلوها، لأنه أصلا هو مر عليه حروب في 2003، مو أول حرب يمر بها الشعب العراقي يعني. زين، فكانوا عادي يعني حياة يومية هذه. زين، فهاي واحدة من النماذج اللي أو الأشياء اللي إحنا سامعينها. وقت هاي المقاومة النفسية يعني إلها أيضا ممكن جانب سلبي، إنه ممكن تشوف شخص يعيش طول حياته يعاني من الاكتئاب أو القلق، واصل مرحلة اضطراب، ولكن بحياته ما يكون من مراجع طبيب نفسي أبدا، ومكمل حياته يعني إنه على المينيمم، يعني إنه على المينيمم ريكوايرمنت ماشي، إنه إيه أوكي، إنه مثلا خلينا نقول عنده عائلة مهتم بيها، مهتم بأطفاله، اللي عليه يسوي اللي يروح للشغل إلى آخره، بس ضاغط على نفسه يعني متصور إنه هو هذا الطبيعي يعني. هواية ناس حتى من ضمنهم يعني
أشخاص مقربين علي يعني عبالهم إنه هي هذا الشعور اللي المفروض هم يحسون به، إنه قلق 24 ساعة. ومن بدوا من تخلصوا من القلق لأول مرة بحياتهم كانوا يعني كان تعبيرهم إنه واو، هو هذا تعبير يعني هذا الشعور الطبيعي المفروض إحنا نحس به، إنه قلق ماكو زين. فكانوا كلش متفاجئين من هالشي هذا. فهواي مراجعين يجونا صار لهم سنين عايشين على هالوضعية هاي، من إنه متعايشين ويا الاضطراب اللي عندهم، بس مرات من يوصل لمرحلة إنه بعد ما يقدرون يقاومون هذاك الوقت اللي يبدون يحاولون يطلبون مساعدة ويراجعون ينطوا النفسي. عندي يعني سؤال، يعني هذا موضوع كلش قريب على قلبي، موضوع الحزن، الجريف بمراحل. تقدر تعدد لنا مراحل الحزن، وهل اكو مرحلة اصعب من مرحلة، او هل احنا كمجتمع احنا حزين، احنا كمجتمع، مجتمع العراقي من اكثر المجتمعات حزنا. يعني حتى BBC قبل كم سنة طلعت انه احنا يمكن ثاني اكثر شعب حزين بالعالم. باي مرحلة من مراحل الحزن احنا هسه موجودين تعتقد؟ واذا نعدل مراحل الحزن، الجريف ستيجز. أول شيء مراحل الحزن هي تبدي بالدينايل، النكران، بعدين يجي وراها الانجر، الغضب، بعدين البارجنينج أو المساومة، يجي بعدها الاكتئاب، الدبريشن، وبعدها الاكسبتنس. المشكلة هي مو 5 مراحل يعني. أي أوكي. مو شرط إنه يكون واحدة من عندهم أصعب من الثانية. المشكلة بالمراحل الحزن أو الجريف هي إنه تبقى عاصي بمرحلة معينة وما توصل للقبول، للأكسبتنس. وهي هاي اللي تكون المشكلة. وأكثر مرحلة ناس تأسى بيها هي الدبريشن، وتطول. هي أكثر واحدة تأخذ أكثر وقت، ممكن تطول سنة وممكن أكثر. أو بس هي طبيعي ممكن عادة من 6 أشهر إلى سنة، ما المفروض تكون أكثر من سنة. إحنا كشعب يعني إحنا بمرحلة صراحة ما أعرف، بس ما أدري بتقديري إنه بعدنا يعني ما وصلنا مرحلة أتصور إحنا بالوسط. يعني مثلا من الغضب، يعني من صارت خلينا نقول من ثورة تشرين إلى إلى المساومة، بعدين إلى هسه إحنا يمكن بالاكتئاب، وبعدنا مواصل زين، أو القبول والتسليم يعني. وبعدين نرجع مثلا مرات للغضب مرة ثانية. وما أتصور إنه يعني إذا نحكي إحنا كشعب يعني بالأزمات اللي نمر بها إحنا بأي وحدة من عندهم أو عاصين بوحدة، لأنه دائما التغيرات ما شاء الله يعني. هتعرف تقعد الصبح صايرة أزمة جديدة، صايرة شغلة جديدة يعني على أخبار. وهمين أحب أضيف إنه الجريف والحزن مو يعني ممكن الناس تتخيلها إنه إذا خسروا شخص عزيز فقط. لا، إنه مثلا إذا خسرت شغل، إذا فشلت بامتحان، إذا شغلة تسويها وما صارت وياك، شغلة ردتها وما إجتيك يعني، تمر بنفس المراحل هذه. الفرق فقط إنه بالفترة الزمنية اللي تقضيها أنت بيها حتى تمر بالمراحل هاي كلها. احنا نضل نحكي يعني من نخلص بس احنا عندنا هواية مواضيع. احمد انت عندك الشغلة الثانية اللي كنا نريد نحكي بيها هي ما يخص الحكي صراحة عن الصحة النفسية. إنه أني بيا شي يودوني على أحد عنده يقدر يعالجني بطاقة إيجابية أو يقرأ علي سواء كانت من بأي ديانة، خلينا نقول مو بكل شيء. إنه أنا أصلا أتذكر أول ما صار عندي فيتيلايغو بوهاق، أنا ودوني على أحد يقرأ عليه على مود أتعالج. أنا دول هالشيخ أنا ولدت شنو أكو علاقة؟ هل هذا الشيء صح لو غلط؟ سولف لنا على هذا المنطق. للأسف اكو هواي ناس يعني هم مو اختصاصيين يعني بهالمجالات، ولكن هم ممكن انه يدعون انه هم ممكن يحلون هاي المشاكل. مو بروفيشنال هم،
بأي طريقة من الطرق وما يتبعون طرق علمية يعني ومدروسة ومثبتة علميا، حتى واحد إنه يعني الشغلة العلمية إنه أنت يقدر يكررها أكثر من شخص بأكثر من ظرف معين يعني. بس إذا كان هذا الشخص يقول فقط أنا الوحيد اللي أقدر هذه أسوي هاي الشغلة، فهاي شغلة مو علمية. وأكو أنواع أشكال يعني، اللي يعالج بالطاقات، اللي يعالج بالأحجار، اللي يعالج أكو السحر والشعوذة همينة. يعني أكو الروحيين والمعالجين الروحيين وغيرهم. أكو من يقول لك طاقة كونية ما أعرف شنو، وما إلها أي أساس علمي صراحة. الناس مرات شلون عندك أنت ما أدري إنه يقول لك لا إنه ليش أنا أروح أخذ أدوية احتمال بيها مضاعفات وما أعرف شنو هاي، خل أجرب هذا إنه أنا ما خسران شيء بما إنه ما يسوون لي شيء. بس مع هذا ممكن يكون لها مضار يعني، ممكن تكون مادية أو معنوية مثلا. مثل ما كان أكو قديما يعني، ما أدري يمكن اللي هسه موجودة طرد الأرواح، وغيرها الإكسورسيزم وغيرها. أي زين ما شاء الله. وغيرها من الأمثلة يعني. ومرة أكو أشخاص أعرفهم يقول لك إنه القناعة شرط يعني، إنه أنت إذا مقتنع بالسالفة، حتى لو هو شخص ما مسوي لك شيء، بس أنت مقتنع باللي دا يصير، ممكن أكو ناس تشوف أكو فد تغيير سلبي معين، لأنه علميا أكو فد شيء اسمه الباور اوف suggestion، يعني قوة الاقتراح. أنا أقترح عليك إنه أنت هسه، أنا إذا خلينا نقول إنه أنت بيك خلينا نقول إنه بتوجعك إيدك، أنا أقول لك إذا أنا أعطيك هذا القلم بيه طاقة معينة راح يشفيك إلى آخره، بس أوصلك إنه أنت اقتنعت يعني إنه هذا القلم إذا أنت تاخذه من عندي تلزمه بإيدك، إيدك راح تصير زينة. زين، هذه فد المجال إحنا بالدماغ بعدنا ما مكتشفين 100%. فأغلبية الأشخاص اللي يعتمدون هاي الممارسات يعتمدون على فد شيء إحنا موجود يمنا بالطب النفسي يسميه power of suggestion، اللي نستعمله عادة للأشخاص اللي يعانون من الكونفرجن disorder، اللي ما أعرف بالعربي شو يسموه، وأحد الاضطرابات النفسية يعني. من الشخص مثلا يغمى عليه، أو مثلا تصيبه حالة صرع كاذب إلى آخره، وما بي أي شيء يعني، وفعاليات الحيوية كلها تمام، وبالتشخيص وبالفحوصات كل شيء ماكو، بس هو دا يعاني من عندها. فنقدر نستعمل هذا الشيء، نقول له إنه مثلا إحنا راح نعطيك هذا العلاج الفلاني اللي هو يمكن تكون قطعة شكر يعني. زين، ننطيه اياه يبلعها، يتصور انه صار لنا احنا بدنا نقول له انه هاي الحبايه هيك وهيك وهيك وكلش نادره وماكو من عندها وما اعرف شنو. الدماغ راح يقتنع ويوصل لمرحله انه يفرز ناقلات عصبيه انه تخلي يصير اكو تغيير معين يعني بجسم ذاك الشخص. وهي نفس التقنية ممكن نستخدمها سحاب، وينطي انه حجاب وما اعرف شنو، جو جيب المخدر الشعراية، او حطوه بالاكل. مش قد ما معقدة الشغلة انه جيب فلان شي وجيب فلان شي ما اعرف شنو، والاجواء مهيئة، مش قد ما يعني العقل راح يستقبلها بطريقة عامة. بس على الاقل انت لما تشخص حالة وانت بدك تنطي يعني شيء علمي، يعني حتى بالاجراء مالتك، حتى لو تنطي هو شيء بس مجرد البلاسيبو افكت مالته، انت لانه تعرف انت مشخص الحالة بشكل صحيح، بشكل صحي، بشكل منطقي. بالضبط. أنا عندي حجارة هي ملح تاخذ الطاقة السلبية. بس أنا ما أطلع وياها. احكي لنا أحمد عن الطاقة السلبية مالتك. هل الكريستالة مالتك نفعتك لو والله ما اشتغلت. ما أقدر أرجعها. أنا دافع عليها الكريستالة مالتك هناك. لا هي يعني أنا مثل ما قال داني إنه هي فشي نفسي يعني. أنا من أخذ مثلا من هاي موجود إنه مرات يكون كلش ضايج يقول لك خلي جيب هاي تاخذ الطاقة السلبية من يمي. اللي أنا دا أسويه مو الحجارة هاي أو فص الملح هذا اللي قبالي، هو أني أصلا قاعد دا أهدئ روحي
بدون ما اني اعرف انه هو انا بدي اسوي هذا يعني خلينا نقول البروسس. انه انا بالبدايه بدي احس، اول شيء احس به انه اني هدأت من اكو فد شيء يقول لك مثلا اي شيء مو النهجره. يكون ناس مثلا ينطيك فد سوار يقول لك هاي اكو اسوره كلش مشهوره تلبسها يتوخر الاكتئاب. ما يعني هو هذا يعني اكيد هذا الشيء يعني خيالي، لانه هو سوار بالنهايه. بس انت بس اعتقد علقت عليه. تعلقنا بالاشياء، يعني انا وين علقت عليه انه بالبدايه انا كنت كلش ولحد الان نوعا ما انه اوكي في طاقه سلبيه وطاقه ايجابيه ومدري شنو. بعدين اكتشفت انه اللي دا اسويه هو حاله حال اي بروسس، انه شخص يهدئ نفسه، تجيب الاشياء العزيزه عليك او تكون بالمكان اللي انت قريب اليك. اكيد انت راح تهدأ، يعني اكيد انت بالمكتب مو مثل ما انت بالبيت، واكيد البيت هو مو مثل يعني انه اكو غرفتي الشخصيه او مكاني الشخصي. هذا راحتي النفسيه. حتى لو اني اكون قلق من اجي يمه او احط نفسي بهذا خلينا نقول الجو اللي انا يكون قريب الي، اوتوماتيكي يعني راح اهدأ. فنفس الشيء راح الاشياء اعتقد مرات احنا الناس نتعلق بيها، انه هذا الاسوار من تاخذه راح تقتنع، فتقوم من تلبسه تقوم انت قبل تهدأ، مع العلم هو انت مجرد سويت تمرين نفسي انه تهدئ روحك شويه شويه. فمرات انا بالبدايه كنت اؤمن بهاي السوالف ترى، يعني انه اوكي هذه الحجاره اللي ما ادري من جايبيها راح تاخذ كل الكآبه مالتي. بعدين اكتشفت انه هذا الشيء ما له اي لانه هاي الكآبه جتي من انا كنت طالع برا البيت وراحت واني مو بالبيت، وهاي الحجاره كل شيء ما سوت، بس يعني هي ديكور حلو انا اقول لك يعني ريحة يعني. المولدة برا طل سويني سويني كآبة. بس هي الاسوسيشن بايس، يعني هي انت عندك بايس عندك انحياز لشيء انت علقت عليه ايجابيتك، انت ماخذه لانه انت علقت ايجابيتك على على هذا الكوب، فانت لما تشوفه راح يرجع لك هاي الحالة الايجابية، فلذلك انت يصير عندك يمكن هو مو شيء غلط بحد ذاته يعني، لا حتى لا. احنا نستعمله يعني صراحة. مثلا احنا للجماعة السليب ديس اوردر، اضطرابات النوم، يعني احنا نقول له انه حاول تستخدم فراشك وغرفة نومك للنوم فقط، ويكون لها اجواء مهيئة بصورة معينة، بحيث توصل لمرحلة انه انت بس تشوف الفراش نعس، حتى لو ما نعسان يعني، حتى لو شارب يمكن طن قهوة قبلها. زين، لانه دماغك يقوم يربط قعدتك على فراش او مثلا روتينك ما قبل النوم، مثلا تبدي تروح تغسل اسنانك الى اخره، لبست ملابس معينه انت مسميها انه هاي البيجامه مال النوم، هي قطعه قماش بالاخر، حالها اي ملابس، بس انت تعرف ربطتها انه هاي ملابس النوم، هذه من البسها زين انا راح انام. فمره على مره دماغك يقوم يربطها ويا النوم، وبس تلبسها تنعس وتبدي تنام. فيعني أيضا ممكن الواحد يستخدم هذا الشيء العلاج هواية مشاكل. صحيح. دكتور داني، احنا وصلنا لآخر الحلقة، نهاية الحلقة. طولنا عليك اليوم، وطولنا على اللي دا يسمعنا وعلى اللي دا يشوفنا. آخر شيء توجه للي دا يشوفونا، شنو ممكن نقول لهم نصيحة للي دا يمر بوقت صعب، للي عنده أي نوع من أنواع الاضطرابات، أو دا يمر بأزمة، أو أي شيء سلبي دا يمر بحياته، شنو الشيء اللي تقول له إياه؟ مثل ما قلنا خلال الحلقة إنه أبدا مو غلط إنه ما تحس إن نفسك إنه أنت 100%، ما بيها شيء إنه تكون مو زين مرات، ولكن مو على حساب إنه تهمل نفسك يعني بهذا خلال هاي الفترة. بالعكس، حاول تنطي نفسك فرصة دائما، ولو مش كم دقيقة تقعد بيها ويا نفسك، تراجع يومك، شنو صار شنو ما صار، أنا إيش دا يصير وياي هسه. مرات احنا دائما هواية مرات نهمل حديثنا ويا نفسنا، يعني ما نحكي ويا نفسنا هواية، ما نعرف شنو دا يصير، نركز على اللي حوالينا ونهمل نفسنا. ضروري جدا نخلي كنصيحة واحدة، إذا أخليها بجملة واحدة، دائما خلي الواحد ينطي الأولوية لنفسه أو كل المجالات قدر الإمكان. خلي نفسك قبل كل شيء، يعني ركز على نفسك، شوف شنو دا يصير وياك. إذا تشوف نفسك إنه ما تقدر تتجاوز في شيء بوحدك، تواصل ويا صديق، مو صديق، معالج نفسي، ممكن شو يسموها سوشيال وركر، تعال استشارية نفسية، ما حد راح يقول لك ليش جاي، بالعكس يعني احنا نفرح من واحد يعني يحاول يهتم بصحته بصورة عامة يعني.
شكو بيها، تعال اسأل، يعني احتمال تستفيد من كلمة منها كلمة منها، ما بيها شيء. وبصراحة صحتك النفسية ممكن تجنبك هواية أمراض بالمستقبل، الضغط، السكري، أمراض القلب وغيرها. يعني ممكن إذا أنت تعالجها من وقت ما كانت إنه قلق واكتئاب زين وتخلص من عندها، أحسن مما تعوفها سنين وبعدين تصير ضغط وسكر وقلب ومدري شنو، لا سامح الله جلطات وغيرها، وما تعرف وين توديك بعدين. صحيح إيه. صحيح. دكتور داني شكرا، شكرا لك، نورتنا. شكرا لكم صراحة، يعني تونست اليوم كل شيء وياكم. شكرا لكم مشاهدينا، نشوفكم الأسبوع الجاي. دائما لا تنسون سوونا إعجاب، فولو، لايك على كل وسائل التواصل الاجتماعي، يوتيوب، بودكاست، سبوتيفاي، انستغرام، تيك توك، كلهم. شكرا ونهار سعيد.